السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة من المستقبل، لأن معنا لابتوب نقدر نقوله بجدارة الناس هتبدأ تحكي عنه بعد 2 أو 3 من دلوقتي إن شاء الله، لأن توفر فيه تقنيات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة في موديلات HP تهم رجال الأعمال والتعليم والطلبة والطالبات عن بعد، كمان شغل الأونلاين والمهتمين بالعمل خارج نطاقهم. ده لابتوب في الأساس يعتبر جديد، إنتاج أبريل 2022، والمعالج بتاعه قوة خطيرة في عالم الرايزن بكفاءة منقطعة النظير. أنا شخصيا انبهرت بقوته وسرعاته وتطور شركة AMD في تطوير بروسيسوراتها، وخصوصا الرايزن 5000. الشركة دي يا جماعة أثبتت مدى تطورها وقدرتها. ومش كده وبس، اللابتوب تصميم أقدر أقول إنه تحفة فنية أبدعت فيه HP بشكل غير اعتيادي. طلع من تحت إيديها لابتوب بقوة غير معتادة، وكمان بشكل تحفة يتحكي بيه. كمان قوة اللابتوب ده مش في المعالج وكارت الشاشة فقط، إنما في أوبشنات قوية جدا ورائعة جدا ميزته عن معظم الموديلات المنافسة، ودي هنذكرها لحضراتكم تباعا في الفيديو. فالحلقة قوية جدا على فكرة، استعد ليها بكوب قهوتك أو مشروبك المفضل، عشان هنوضح في كل نقطة نقف عليها إيه الأوبشنات القوية دي، وهنوضح معلومات دقيقة ورائعة. من الصعب تلاقي لابتوب توفرت فيه كل الإمكانيات دي والشكل ده، ولا هتلاقي المعلومات دي في أي مكان تاني عنه. يعني HP صممت مزيج قوي من سوفت وير خاص بيها، وكمان نزل معالج جبار من فئة رايزن 5000 جعلت منه شيء منقطع النظير. وهنحلل لحضراتكم كل تفصيلة في الجهاز من ناحية جميع المعالجات اللي بيجي بيها وكروت شاشتها، عشان قناتنا هي القناة الوحيدة اللي هتقابلك مرجع أساسي لللابتوبات. ومش بنحلل قطعة عندنا زي معظم التحليلات حد عنده جهاز عايز يبيعه وبيقول إمكانيات القطعة اللي في إيده، إنما احنا بنقدم لك مرجع أساسي هيكون الأول من نوعه على اليوتيوب عالميا، ليس فقط للجمهور العربي. فتابعنا وادعمنا، عشان من خلالنا هتكون قادر على معرفة كل صغيرة وكبيرة عن كل أنواع اللابتوبات إن شاء الله. معاكم أنا ضياء آغا، وهنكلمكم النهاردة عن اللابتوب HP EliteBook 645 G9. لابتوب أثبت كفاءة عالية جدا في أعمال الجرافيكس والعمل الهندسي، وكمان أيضا في الجيمين نظرا لتوليفة المعالج وكارت الشاشة اللي بيجي بيهم. كمان شركة AMD زودت من قوة معالج رايزن 5000 اللي نزلته بتقنيات جديدة، قللت من حرارته بشكل ملحوظ، وأصبح أعلى درجة حرارة بيوصل ليها هي 95 درجة مئوية. ده طبعا بدلا من الأجيال السابقة اللي كان بيوصل ل 105 درجة مئوية. كمان HP صممته بشكل احترافي رائع زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، بزوايا منحنية بلون فضي لامع بوزن رائع كيلو 380 جرام، وبيجي من سبيكة الألومنيوم. كمان بيجي بلوحة مفاتيح انسيابية قللت HP من ضوضاء الكتابة، وكمان جعلتها مضادة للماء لحمايتها من انسكاب السوائل. من ناحية التبريد، رغم انه بيجي بمروحة واحدة، إلا ان الداينامكس لكهرباء المروحة وأنبوب التبريد بيوصل لسرعات أعلى بكتير من موديلات 840 و 845، بيديله أفضلية عالية جدا في التبريد. نيجي بقى للمعالجات اللي بيجي بيها جهازنا النهاردة. بيجي ب5 أنواع معالجات هنذكرها لحضراتكم تباعا من الأقوى للأقل قوة كالتالي. أقواهم AMD Ryzen 7 Pro 5875U، ده سرعته 2 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.5 جيجا هرتز، ب 16 ميجا بايت كاش، اوكتا كور ثماني النواة ب 16 ثريد او 16 مسار، يعني كل نواة منقسمة 2. لو حبيت تقارنه بأقرب معالج له في القوة من شركة انتل، فالأقرب له تقريبا ويعتبر مماثل له بنسبة عالية جدا هو معالج قوي جدا وسرعته جبارة جدا متميزة، حقق طفرة عالية جدا في أداء الجرافيكس والجيمين، كور i9 جيل 10 10980 HK. بيجي في أجهزة عالية جدا وقيمتها السعرية مرتفعة جدا زي ميسا G75 رايدر 10 SFS، ده سعره وقت إعداد الفيديو حاليا $1625. كذلك بيجي في ديلاينوير M15R4، وده سعره وقت إعداد الفيديو حوالي $1500. بيجي مدمج فيه كارت شاشة AMD Radeon RX Vega 8، ده شيرد من المعالج ومعتمد في قوته على قوة المعالج والرامات، وأقرب كارت شاشة له في انفيديا هو كارت شاشة انفيديا GeForce GTX 960
560M. ده كارت شاشة الحجم الفعلي بتاعه 4 جيجا بايت GDDR5، والكارت ده موجود في أجهزة جيمنج شهيرة زي Asus ROG GL 552 VW DH71، وكمان MSI GE62 6QD Apache Pro، وموجود في لينوفو Y700، وكذلك موجود في الجيمنج الشهير Acer Aspire V15 Nitro Black Edition. نيجي بقى للمعالج الثاني في القوة لجهازنا النهاردة، هو المعالج AMD Ryzen 7 5825U. ده سرعته 2 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.5 جيجا هرتز، ايضا ب 16 ميجا بايت كاش، ثمان النواة ب 16 ثريدز. معالج ايضا قوي جدا، ويعتبر في قوته اعلى بنسبة بسيطة من المعالج القوي جدا من معالجات انتل كور i5 جيل 12450H. المعالج ده موجود في اجهزة قوية جدا حديثة زي HP Victus 15 FA0031DX، وايضا موجود في جهاز قوي جدا ومعروف وهو Asus TUF Dash F15 FX517ZC، وبيجي مدمج فيه نفس كارت الشاشة السابق ذكره وشرحه وهو AMD Radeon RX Vega 8. المعالج الثالث في القوة هو AMD Ryzen 5 Pro 5675U. ده سرعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 3.4 جيجا هرتز، ب 16 ميجا بايت كاش، سداسي النواة ب 12 ثريدز. معالج في منتهى القوة، وأقرب معالج له في شركة انتل معالج قوي جدا وهو كور i7 جيل 10 10875H. ده بيجي في أجهزة جيمنج قوية وشهيرة زي Asus ROG Zephyrus S17 و S15، وكذلك Asus Strix G17 G712LV، والجيمنج الروعة MSI Creator 15M A10 SE. مدمج فيه كارت شاشة وهو AMD Radeon RX Vega 7، أيضا شيرد من المعالج، ومعتمد في قوته على المعالج والرامات. وأقرب كارت شاشة له في انفيديا هو كارت شاشة انفيديا GeForce MX 350. ده كارت شاشة الحجم الفعلي بتاعه 2 جيجا بايت GDDR5. بيجي في أجهزة معروفة جدا زي Acer Swift 3 SF314، وكذلك VivoBook S14 S433 EQ من Asus، وبيجي في IdeaPad 15 ITL 6 من لينوفو. وللعلم دي أجهزة حديثة وأجيال عالية. نيجي للمعالج الرابع اللي بيجي بيه جهازنا النهارده، هو Ryzen 5 5625U. ده سرعته 2.3 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.3 جيجا هرتز، ايضا ب 16 ميجا بايت كاش، سداسي النواة ب 12 ثريدز. مساوي تقريبا في القوة تماما للمعالج السابق، وان يتفوق عليه بنسبة طفيفة جدا لا تذكر. كذلك بيجي بنفس كارت الشاشة ونفس قوته. الفروق هنا بين الرايزن والرايزن برو لا يسعنا الوقت اننا نتكلم عنها، وحاليا انا في اعداد حلقة عن الفرق بين المعالجين رايزن ورايزن برو، ان شاء الله هنزلها بعد الحلقة دي، وهحط رابطها في معلومات الفيديو واول تعليق. المعالج الاخير اللي بيجي بيه جهازنا النهارده هو المعالج AMD Ryzen 3 5425U. ده سرعته 2.7 جيجا هرتز، بيعمل ماكس توربو سبيد بيوصل ل 4.1 جيجا هرتز، ب 8 ميجا بايت كاش، رباعي النواة ب 8 ثريد. كذلك معالج قوي جدا، واقرب معالج له في القوة من شركة انتل هو المعالج كور i5 جيل 10 10500H. ده معالج بيجي في أجهزة قوية جيمنج زي ديل جي 15 5510 جيمنج لابتوب، وكمان بيجي في الشهير MSI GF 63 سن 10 SCSR، وكمان بيجي في Asus TUF جيمنج F15 وغيرهم. بيجي مدمج فيه كارت شاشة AMD Radeon RX Vega 8. ده أيضا شيرد من المعالج، ومعتمد في قوته على قوة الرامات والمعالج. قوته مساوية تماما لكارت الشاشة اللي بيجي في AMD Ryzen 7. كروت الشاشة اللي بيجي بيها الجهاز ده كلها DDR4. بعد ما انتهينا من توضيح كل المعالجات اللي بيجي بيها جهازنا النهارده، هنتكلم عن الهاردات. نظريا هو بيشيل هارد واحد فقط M.2، وبيدعم هاردات SSD و NVMe مقاس 2280، لكن تقدر تضيف هارد تاني مكان كارت WWAN، وده الكارت المسؤول عن قراءة انترنت الداتا، وايضا تقدر تضيف SSD او NVMe مقاس 2230. بالنسبة للرامات، متواجد فيه 2 ديم سلوتس قادر انه يشيل رامات حتى 64 جيجا بايت DDR4. الشاشة بتاعته 14 بوصة بحواف رقيقة، مدياله شكل جمالي رائع، وبتيجي بريزوليوشن واحد فقط فول HD IPS بدقة 1920 في 1080، وبتيجي باللمس تاتش سكرين وبدون تاتش سكرين. شاشته بمنتهى الأمانة رائعة من ناحية الإضاءة، وكمان تشبع الألوان
الالوان وبدون مبالغه ولا كلمه. متوفر فيه ايضا مداخل رائعه وجديده زي USB 4 تايب سي، ده ايضا شغال معاك ديسبلاي بورت 1.4 للعرض على الشاشات وداعم للشاشات ال 8K، وكمان شغال مدخل شحن سريع مزدوج تشحن منه ومصدر شحن للجهاز. ايضا في 3 مداخل سوبر سبيد USB 3.2 جنريشن 1، منهم واحد للشحن السريع. كذلك في مدخل سيم كارد لشرائح الانترنت الداتا. كذلك في مدخل سمارت كارد ريدر لقراءة الكروت الممغنطة زي كروت الفيزا. في ايضا HDMI 2.1 للعرض على الشاشات وداعم لشاشات ال 4K. في كمان مدخل لان للانترنت الشبكي، ومدخل اوديو كومبو جاك شغال معاك مايك وميكروفون. لابد ايضا من التوضيح بالاضافه للمعلومات السابقه عن اوبشنات الهاردويرز الخاصه بالجهاز ده وبعض القدرات الخاصه اللي بتميزه عن غيره. طبعا هو في اوبشنات موجوده في موديلات كتير ل HP زي الكيبورد المضيئه والبصمه للحمايه، وكمان كاميرا شاتر لغلق الكاميرا الاماميه للحمايه من الهاكرز، وكمان في كاميرا IR للتعرف على الوجه. كذلك في خاصيه الشور فيو، ودي خاصيه لما تفعلها تسمح لك وحدك بالرؤيه بشكل امامي، ولو حد جنبك حاول يبص على الجهاز مش بيقدر يشوف اي حاجه، ودي مهمه جدا في التنقل باللابتوب. كذلك بقى في خواص في الموديل ده تحديدا وموديلات تانية جديده زي استخدام الذكاء الاصطناعي في المايك والكاميرا. في الكاميرا زي تعديل الصور والفيديو، وهيمكنك الذكاء الاصطناعي ان يقدم لك تحسينات تلقائيه للصور والفيديو زي التعديل على درجه الاضاءه والتشبع والتباين، وكذلك ازاله الضوضاء وتحسين جوده الصور بشكل غير اعتيادي. وبيقوم بعمل مستشعرات خاصه بتظبط لك الاضاءه والجوده وتحسين كمان للوجه بشكل تلقائي عالي الحساسيه. كذلك بيظبط لك الالوان وبيشبعها وبيعمل فلتر تلقائي تحسيني لضوضاء الصور. اما الخاصيه الثانيه للذكاء الاصطناعي لللابتوب ده في الاوديو كونفرنس تول لبرنامج الصوت الخاص بيه، لما حضرتك بتقوم بتفعيل خاصيه الانتليجنت في النويز ريدكشن مود بتشوف شيء عجيب جدا، تنقيه مثاليه غير مسبوقه لمايك اللابتوب. بيعمل ازاله تامه لاي صوت حولك لايف، وكمان تحسين لجوده الصوت للمستمع ويقدر يستمع اليك 8D بجوده خرافيه. كمان من خواص اللابتوب الهائله اللي فيه هي حمايه البيانات باستخدام HP Wolf Security المثبت عليه، او حتى لو غير مثبت عليه تقدر تنزله من موقع HP الرسمي ويقرا الجهاز معاك بدون اي مشاكل ويندمج فيه. HP Wolf Security هو حل امان شامل ومتقدم بتقدمه شركه HP للحفاظ على امان اجهزه الكمبيوتر والتابلت. الحل ده بيتضمن مجموعه من التقنيات والخدمات المصممه عشان تحمي الاجهزه والبيانات من التهديدات الامنيه، زي انه بيوفر حمايه عاليه للاجهزه بفحص واصلاح البرامج الثابته الفيرموير عشان ما حدش يقدر يتلاعب بيها وما تتعرضش للتهديدات في مرحله التشغيل. كمان ال HP Sure Sense، وده هيستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي عشان يكشف ويقاوم البرمجيات الخبيثه والتهديدات الامنيه المتقدمه، حتى كمان لو كانت هجمات جديده وغير معروفه، ولو فيروس اصلا لسه جديد ومش في قاعده بيانات الفيروسات. وكمان بيعزل الملفات والروابط المشبوهه في بيئه افتراضيه معزوله عشان يحمي الاجهزه والبيانات من التهديدات المحتمله زي الفيروسات والاختراقات. يعني بيوفر حمايه كامله ومتكامله للاجهزه والبيانات على شكل ذكاء اصطناعي. أتمنى تكونوا استمتعتم بمحتوى الحلقة لأنها أخذت وقت كبير جدا ومجهود عشان نقدر نجمع ليكم المعلومات دي وبالدقة دي. وما تنسوش تسيبوا تعليقاتكم وأسئلتكم، ولو لسه مش مشترك في القناة لسه قدامك الفرصة إنك تعرف كل حاجة بمنتهى الدقة والحرفية عن عالم اللابتوب. وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوف بعض في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.